وفقا لمصادر مطلعة من أجل احتجاز المزيد من الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى. تبذل الحكومة الصينية كل جهدها للاستثمار في بناء مراكز اعتقال جديدة بحلول أكتوبر 2018، وقامت حكومة كاراماي في شينجيانغ ببناء مركز اعتقال في الضواحي الغربية من المدينة، ويقع المركز على ارتفاع 5 أمتار فقط فوق سطح الأرض، ويبلغ عمقه 40 مترا، وهو سجن سري تحت الأرض يمكنه استيعاب عشرات الآلاف من الأشخاص. لقد أصبحت معسكرات إعادة التأهيل مكتظة بشكل كبير، وأصبحت المستشفيات والمصانع والمدارس أماكن احتجاز سرية للحكومة الشيوعية الصينية، ويتشارك عدة أشخاص في سرير واحد داخل السجون التي يطلق عليها معسكرات إعادة التأهيل والتعليم الثقافي. في 23 من أغسطس، في اليوم الثالث للعيد الإسلامي، اجتمع الإيغور المقيمين في إسطنبول للاحتفال معا بشكل جماعي، وعقدت العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية التقليدية بحسب العادات والتقاليد الثقافية للإيغور. وقد قام جميع الحضور بالدعاء لأجل إنهاء الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له الإيغور في أقرب وقت ممكن. ذكرت شبكة دوتشا ويلي الصينية أن الحكومة الألمانية تعيد تقييم وضع الإيغور في الصين، وتوقف عودة اللاجئين الإيغوريين إلى الصين. في بداية أبريل من هذا العام تم إرسال لاجئ من الإيغور إلى الصين بسبب أخطاء في الاتصال بين مختلف الإدارات في الحكومة الألمانية، بحيث لم يتم اكتمال إجراء طلب اللجوء. ومنذ ذلك الحين لم يتم الحصول على أي أخبار عن هذا اللاجئ. وردت وزارة الداخلية الألمانية على عودة اللاجئين الإيغوريين إلى الصين من خلال الرد على عضو فريق العلاقات الألمانية في البرلمان الألماني، حيث قالت وزارة الداخلية إن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين قد جمعت معلومات ذات صلة منذ زمن ليس ببعيد. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية أندرون في 24 من أغسطس: لا نتوقع أي حرب مع الصين في هذه المرحلة، خاصة في بحر الصين الجنوبي، لكن وزارة الدفاع الفلبينية والقوات المسلحة الفلبينية ستدافع عن سيادتها بأي ثمن. ويتركز الخلاف على السيادة بين الفلبين والصين في بحر الصين الجنوبي في المنطقة الاقتصادية التي يبلغ طولها 100 ميل، والتي رسمتها الفلبين من ساحلها الغربي. وفي الوقت الحاضر تعمل الصين والفلبين على تعزيز التنمية المشتركة لموارد النفط والغاز في جزر ناشا. أفادت شبكة وورلد جازيتي أن الصين استأجرت 95,000 هكتار من الأراضي لبناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لمدة 49 عاما، ويربط مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي أوزباكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وهو مشروع إقليمي مهم. كما سيوفر المشروع الغاز الطبيعي لطاجيكستان.